يسعد اوقاتكم وبرحب فيكم. انا بدوره. هيدا كرواسون ما فيه توريق، ما فيه وقت، ما فيه ثلاجه، ما فيه كثره مراحل وكثره خطوات. طريقة سهلة كتير رح تنصدموا حرفيا بس تشوفوا كيف عملته وكيف كان قوامه وما شاء الله كيف نفخ معي بهيدي الطريقة. دغري رح ندخل بالمكونات، وبحب لكم اذا كنتوا جداد بالقناة تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس تيوصلكم مني كل الاشياء اللي عم بعملها. حطينا هون حوالي 320 ملي من الحليب الدافئ. انا كنت مدوبه بقلبه 3 معالق سكر كبار. اذا بدكم تضيفوا شويه سكر اسفوا منهم ما في اي مشكله. وحطينا مباشره الخميره تنجهز الخليط السائل. بندوبه كتير 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 منيح تنحس انه كل الخميره اللي بقلبه دابت شربها الحليب. وبس نخلص بنغطيها بورق النايلون وبنحطها على جنب بحدود 10 دقائق لربع ساعه تتفاعل وتعطيني بعدين افضل نتيجه. الخميرة اللي استخدمتها أنا كان وزنها 8 جرامات بالعدد. ضروري إنكم تزينوا منيح وتلتزموا بالعيارات الموجودة. إذا نقصت شي بسيط ما في أي مشكل، ولكن قد ما فيكم تلتزموا بالعيارات لأنه هيدي الوصفة دقيقة بالعيارات. وبننتقل مباشرة تنجهز المواد الجافة. أنا جبت طحين عادي، تقريبا كان الطحين 600 جرام. بننخلهم كتير منيح تنضمن إنه ما فيهم أي تكتلات. إذا بدكم كمان نخلوهم مرتين هيدا الشيء أحسن وأحسن. أنا بنخل مرة واحدة بس كل ما نخلنا أكتر كل ما أكدنا إنه تطلع النتيجة أفضل وأفضل. ومنجيب بيضة رح نحتاج الصفار والبياض مع بعضهم البعض. طبعا أنا بضيف مع البيضة على طول. طالما استخدمت بيض بستخدم معلقة خل تقريبا بيقضي على 3/4 الزناخة اللي بالبيضة. وكتير بيساعد إنه ما يطلع ريحة بيض بالوصفة اللي عم بعملها شو ما كانت الوصفة. وهون الخليط السائل صار جاهز. شوفوا كيف عامل طبقة منفصلة، هي طبقة الخميرة. وعلى فكرة كل ما كانت هيدي الطبقة موجودة وبتحسوها مفصولة كتير عن المي كل ما كانت الخميرة اشتغلت أحسن بطريقة رح تنجح لي العجين ورح تنفخه كتير. ومنبلش نعجن مباشرة. مجرد ما بلشت بالعجن رح جيب زبدة دوبتن على جنب. هولي 80 جرام. طبعا بعد ما دوبتهم بستنى شوي عليهم تيبردوا ومنبلش دغري بالعجن بهالطريقة حبايبي. في ملاحظة نسيت اذكرها انه انا حطيت مع الطحين كمان 10 جرامات ملح. كمان نسيت ما صورها، انتبهوا لهيدي النقطة، 10 جرامات بالعدد. اعطوه هيدي الوصفة حقها من العجن. عجنوا منيح تنحصل لهيدا القوام يلي موجود قدامكم. شوفوا بسم الله العجينة كيف مثل الحرير. كل ما اعطيتوها عجن اكتر كل ما كانت العجينة رح تعطيكم نتيجة افضل، شكل احسن وتنتفخ اكتر. وهيدا هو الشيء اللي طبعا احنا بدنا اياه بالنهاية. وبمجرد ما وصلنا لهيدا القوام يلي شايفينه قدامكم، العجينة طبعا من الشكل انتوا قادرين تتخيلوا شو ملمسها وقادرين تتخيلوا قديشها طرية وقديشها هشة. بنحطها بالجاط ورح نغطيها هلا بورق النايلون وكمان نحطها لتتخمر تقريبا. انا اخذت معي تقريبا 40 دقيقة، علما انه نحن هلا الطقس بارد. بس انا طبعا غطيتها هسه بشقفة ورجعت غطيتها كمان بشي تاني كمان شقفة تانية يعني بدفيها اكتر وتما تاخد وقت هسه اكتر من هيك. نحن هلا بتعرفوا فصل الشتاء. وبرجع لكم بعد 40 دقيقة. العجينة جاهزة، ضعفت تقريبا ضعفين. بسم الله ما شاء الله. شوفوا القوام كيف كان، شيء أكتر من رائع. وطبعا ما بننسى الطقوس اللي لازم نعملها عند كل عجينة، نحط ايدنا فيها ونشوفها. أكيد أنتوا كمان بتعملوا هيك. ومجرد ما كانت معكم بهيدي القوام وبهيدي الطريقة انتوا رح تحسوا مبدئيا انها شوي عم تلزق، بس هي مش عم تلزق. هيدي لأنها مختمرة كتير يعني واصلة لقمة الاختمار الحمد لله. رح نشيلها من الجاط ونبلش نكورها، نعملها مثل كرة كبيرة أول شيء ونقسمها لتقريبا 8 أقسام متساوية بهيدي الطريقة اللي رح تبين قدامكم. شوفوها. وهلا بنبدا ناخذ كل قطعه من هول القطع ال8 بنشكلهم على طريقه كرات بهالطريقه اللي شايفينها قدامكم، كرات متساويه الحجم، وبنحطهم على جنب لانه كمان هول رايحين على التخمير.
يعني مثل ما خمرنا العجينة أول مرة رح نرجع نخمر هول الكرات. تشوفوا بسم الله كيف الشكل، كيف القوام. بنغطي عليهم بورق نايلون وبنستنى عليهم تقريبا، أنا كمان استنيت هون حوالي 3 ساعة، وبعد 3 ساعة حرفيا كنت وصل لهيدا القوام. العجينة اختمرت، الكرات كلياتهم جاهزين لمرحلة الفرد تقريبا. كمان كل كرة تضاعف حجمها 1.5 مرة، فينا نقول جاهزة للفرد. ركزوا معي هلأ بطريقة الفرد، هي طريقة كتير سهلة وبسيطة، ما بتحتاج مننا إلا بس شوية تركيز. مجرد ما عملنا أول حبة رح نعمل التانيين بكل بساطة. بنبدأ نضغط شوي على كل كرة من الكرات ونبدأ بهيدي الطريقة. وهلأ رح نستخدم الشوبك تنعملها على شكل دائرة. اكتبوا لي من أي بلد عم بتتابعوني، أنا هيدي الكومنت أكتر كومنت بنبسط فيها. وما تنسوا إذا عجبكم المقطع تحطوا لي لايك. وهلأ بنستخدم قطاعة العجين، بنقطع كل دائرة لقسمين متساويين. القسم الأول رح نقطعه كمان لمثلثين، أما القسم الثاني رح نعمله 3 مثلثات بهالطريقة يلي قدامكم. ركزوا فيها كتير بسيطة ولا أسهل من هيك. هلأ رح نبلش. بنجيب أول شيء المثلث الكبير طبعا رح يكون أول واحد، رح نحط فوق منه المثلث اللي أصغر منه، وبنبدأ أننا نركب المثلثات على بعضها كل واحد فوق الثاني بس يكون أصغر حجم من اللي قبل منه. وبنرجع بناخد القطعة اللي حد منها كمان بنحطها فوقها مثل ما قلت لكم، مثلثات الأكبر حجما ثم الأصغر، هيك تنوصل تقريبا ل7 طبقات من المثلثات. رح نحط فوق منها بالأخير طبقة صغيرة جدا، هي رح تكون المثلث الأخير. رح أترككم تتابعوا الطريقة بالنظر تتركزوا فيها أكتر. ومنحضر أي عود خشب عنا بالبيت منحطه فوق الطبقات اللي ركبناهن ومنضغط فيه لتحت لتقريبا نقسم كل قطعة لقسمين متساويين. هلأ اللي رح نعمله انه رح نقلبها بهالطريقة ونضغط على حوافها، نحاول نلزقهم بطريقة ما نطبقهم على بعضها مشان ما تفتح معنا. هيدي صارت أول وحدة جاهزة. بنرجع بنكرر العملية مرة تانية تنوصل لكل العدد المطلوب من حبات الكرواسون اللي عندي اياهم. رح اترككم تشاهدوا معي كيف عملتن وكيف شكلتن. طبعا انتو كل قطعة عن القطعة الثانية رح تصير اسهل عليكم، بمرونة اكتر تعملوها وبسرعة اكتر. وهون صار الكرواسون كله جاهز. حطيته بصينية الشوي بعد ما دهنتها زيت وغطيتهم. مرق عليهم 10 دقايق وصاروا بهيدا الحجم تقريبا، كمان زاد حجمهم 1.5 مرة مثل ما نكون شايفين. بنجيب على جنب بيضة، كمان رح نحتاج البياض والصفار. أنا استخدمت هون قطر المربى، كان في عندي مربى يقطين، استخدمت شوية من القطر اللي عندهم بيعطي لون كتير حلو للعجين، ودهنت الكرواسون كلياتهم وحدة ورا وحدة. طبعا هيدا الخليط رح يعطيني للكرواسون لون ذهبي. وفيكم كمان بدل قطر المربى او اذا مش موجود عندكم تحطوا معلقة حليب
مع البيضة اللي بدكن اياه. وبهالأثناء أنا كنت مشعلة الفرن من فوق ومن تحت، عم حميه منيح تتدخل العجينة وهو سخن، وبدخله عليها بشويهم حوالي 20 دقيقة وبيكونوا جاهزين. والكرواسون جاهز. شوفوا بسم الله قديش انتفخ، قديش الهشاشة ممكن أنتوا تحسوا فيها من الكاميرا، ممكن تحسوا قديش هش الكرواسون وقديش عجينة طرية وقديش لذيذة. فعلا كانت وصفة رائعة، رح انسى اي كرواسون قديم وركز بهيدي الوصفة. بتمنى منكم تجربوها، واللي جربها بتمنى انه يكتب لي بالكومنتات كيف كانت النتيجة. وشكرا كتير للمتابعة، وحظ موفق لكل حدا رح يجرب هيدي الوصفة. وللي جداد ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموني بلايك. وشكرا من كل قلبي على المتابعة، وبنلتقى ان شاء الله بوصفات جديدة. باي باي.